بيقول لك مرة أب بيسأل ابنه أنت عملت إيه في المدرسة النهاردة؟ الابن قال له كان عندنا امتحان مفاجئ. الأب قال له عملت إيه؟ قال له اتفاجئت. بيقول لك مرة بنت اتجوزت وجابت ولد، فواحدة صاحبتها جت تزورها وتطمن عليها وتشوف الولد، فقالت لها ممكن أشوف الولد؟ ردت وقالت لها اصبري شوية. قالت لها لو انت مش عاوزاني اشوفه انا ممكن امشي عادي. ردت وقالت لها لا يا مجنونة، بس انا مستنياه يعيط علشان انا نسيت انا حطيته فين. امهات الايام دي. واحد كاتب على الفيس اللي مش عاجبه طبعي يروح يطبع عند غيري، واللي مش عاجبه عشرتي يروح يصرفها خمسات، واللي حاسس ان اسلوبه معاه بارد يغطيه ونعمة يا ابني. بيقول لك مرة واحد بيشتكي لزوجته انه ما بيعرفش يحفظ القرآن، فحلفت له لو حفظت القرآن الكريم كامل في سنة واحدة هجوزك جوازة تانية، فحفظ القرآن كله في 6 اشهر، بس هو حفظ في 6 شهور وهي سكتت 3 ايام. بيقول لك مرة واحد بيسأل واحد أمريكي بيقول له أنت بتحب عروستك تكون إزاي؟ قال له طويلة حتى لو كانت سمرة. بيسأله واحد فرنسي بيقول له شقرة حتى لو كانت قصيرة. سأله واحد مصري قال لك موظفة حتى لو كانت مشلول. بيقول لك الستات زي الفواكه، كل واحدة منهم لها طعم ولون مميز عن الست التاني. الكلام ده حلو، بس المشكلة عندنا الشباب بيحبوا سلطة الفواكه. بيقول لك مرة طفل صغير بيقول لمامته يا ماما أنا نفسي أربي قطة. قالت له لا يا حبيبي، القطط بتخش البيت وبتعمل بيبي في كل مكان. الله طيب ممكن نربي نمر؟ قالت له لا يا حبيبي، النمر هيخلينا احنا نعمل بيبي في كل مكان. واحد كاتب على الفيس وبيسأل سؤال مهم جدا، بيقول استشارة قانونية إذا انفصل اتنين بعد عيد الحب لمن تعود حضانة الدبدوب؟ يا ريت تردوا عليه في التعليقات. بيقول لك مرة واحد غبي بيمتحن فجاله في ورقة الأسئلة سؤال بيقول استخدم كلمة أنت 3 مرات، راح الغبي كاتب أنت مش أنت وأنت جعان. بيقول لك مرة واحد محشش راكب ميكروباص فظابط وقفه بيقول له أنت محمل الناس دي منين؟ قال له محملهم من على النت. بيقول لك بقاله أسبوع بيتحايل على الظابط علشان يخرجه والظابط بيقول له النت ضعيف. بيقول لك مرة واحد محشش نفسه يسيب حبيبته ومش عارف يقول لها ازاي، فتاني يوم راح جاب ازازة لبن وشرب منها وقال لها اشربي، فشربت. فبعد شوية قعد يعيط ويقول لها احنا لازم نسيب بعض. حبيبته قالت له ليه؟ قال لها لان احنا بقينا اخوات في الرضاعة. بيقول لك في مصر البنت لما تتخانق مع اخوها البنت تقول لاخوها يا حيوان يا حقير يا غبي يا متخلف يا اهبل يا كلب يا معفن يا سخيف. الولد يقول لها يا بقرة، البنت ماما. بيقول لك مرة واحد بيقول لمراته يا فوزية انت فاكرة احنا من 20 سنة كنا مبسوطين ازاي؟ قالت له هي مندهشة يا احمد احنا نعرف بعض من 15 سنة بس. قال لها ما هو عشان كده كنا مبسوطين. بيقول لك مرة واحد مسافر واشتاق لمراته قوي فبعت لها رسالة وقال لها اشتقت لك يا زوجتي الرابعة، ودلوقتي محتاجين حد يقنعها انه خطأ كتابي وانه كان يقصد يكتب يا زوجتي الرائعة. يلا ربنا يفرج همه. بيقول لك مرة تاجر مخدرات رايح يتقدم لواحدة، ابوها سأله انت بتشتغل ايه؟ قال له مهندس تكييف بشري. بيقول لك الطبيب النفسي بيقول عندما يأتي وقت النوم ضع جميع المشاكل خارج المنزل ونام بهدوء. طيب السؤال هنا هو انا ينفع اسيب زوجتي تنام في الشارع؟ عزيزي الشاب، بما اننا داخلين على رمضان لو شفت بنت بتاكل في نهار رمضان في الشارع ما تعملش نفسك شاب ناصح، يعني بمعنى اصح خليك في حالك لان البنت دي ممكن يكون عندها عطل فني. بيقول لك حكمة من راجل كبير مفيش حاجة اسمها اصحاب السوق او ان حد بوظني، انت حمار والقاتل اللي يقودك. شكرا لكبار السن على التوضيح. واحد كاتب على الفيس وبيقول اصعب شعور انك تدخل محل الماركات العالمية وتشوف المرتب بتاعك مكتوب على جزم. بيقول لك حلقة تلفزيونية على الهواء مباشر عن ازالة الشعر بالليزر، اتصل ابو محمد وسأل عن تكلفة ازالة الشعر بالليزر، فالمذيع بيقول له حسب المنطقة، قال لهم انا من المنصورة. بيقول لك المذيع من كتر الضحك بقى بيتعالج عن التبول اللا ارادي. بيقول لك مرة واحد محشش واقف في الشارع وبيعاكس واحدة عاملة عمليات تجميل كتير، بيقول لها يا اهلا بالقمر الصناعي، قالت له يا اهلا بالقرد الطبيعي.
بيقول لك مرة واحد وزوجته كانوا في البحر، فشافوا راجل وست أجانب بيجروا ورا بعض. فالراجل بيقول لزوجته تعالي نقلدهم، انت تجري وانا اجري وراكي. بيقول لك الست من فرحتها ما وقفتش جري اللي عند حدود ليبي. ربنا يكون في عونك يا ابني. بيقول لك مرة واحدة كانت بتتناقش مع جوزها في موضوع مهم على الفيسبوك من حساب وهمي، وهو ما يعرفش هي مين، وكل ما تقول له حاجة يقول لها أنا بحترم رأيك يا راقية. بيقول لك لما رجع البيت جت تناقشه في نفس الموضوع، كل شوية يقول لها اسكتي يا جهل. يا جماعة خليكم عارفين إن المسألة كلها اختلاف مواقع بس. بيقول لك مره واحده قاعده في البيت هي وجوزها، فراحت وقفت قدام المرايه وبتقول له انا كل ما ابص في المرايه بشوف نفسي بشعه قوي. الزوج فضل ساكت وما اتكلمش ولا كلمه. قالت له يا اخي انت هتفضل ساكت كده؟ قول لي اي جمله بس تكون حلوه علشان ترفع معنوياتي. قال لها نظرك 10/10. وطبعا من ساعتها بينام تحت السلم. ربنا يكون في عونك. بيقول لك مرة أم مصرية بعتت ابنها الصغير لعند الجيران وقالت له روح قول لهم بتقول لكم أمي عاوزين شوية كركم علشان نكمل الفطار. راح الولد نسى الكلمة وقال لهم بتقول لكم أمي تعالوا كلكم علشان الفطار. المهم بقاله أسبوع الولد مربوط في الشجرة وأمه حالفة ما هتفكه غير لما يبان له صحاب. الله عليك يا ست. بيقول لك شباب اليومين دول تلاقي عنده عضلات ودقن وقد البغل، وتيجي واحده مواليد 2003 تقول له يا ارنوبي وهو ينبسط قوي. واحد كاتب على الفيس بيقول لك انا اكتر حاجه بتقهرني الايام دي لما يكون واحد بيكلم حبيبته قبل النوم وقبل ما تيجي تنام يقول لها خلي بالك من نفسك وهي تقول له اوب. بيقول لك بيحسسوه ان السرير بتاعها على حدود اسرائيل. بيقول لك اغرب حاجه ماشيه في البلد اليومين دول، لو انت مشيت في شارع زحمه وقلت يا حمار في نص الشارع، نص اللي في الشارع بيبصوا وراهم. ما شاء الله ثقه بالنفس. بيقول لك في البيوت العربيه 4 امراض. المرض الاول قوم من المكان ده علشان انا كنت قاعد هنا. والمرض الثاني هات الريموت كان معاك. والمرض الثالث مين اللي اخد الشحن بتاعي. اما الرابع البيبسي بتاع مين اللي كان في التلاجة. واللي يجننك اكتر انه بيسأل وهو بيشربه. شعب ما بيضيعش وقت. بيقول لك مرة زوجة مريضة ونايمة في السرير بقالها شهر، فقالت لجوزها اعمل لي رقية شرعية على راسي علشان اخف بسرعة. بيقول لك الزوج قرأ عليها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والحمد لله قامت بخير. وكمان عملت الغدا والشاي والقهوة وغسلت البيت كله، وبعد ما خلصت البيت خرجت كنست الشارع من الأول للآخر. الله عليك يا عم الحاج، عرفت المفتاح. بيقول لك مرة دكتور في مستشفى المجانين شغل للمجانين شريط رقص، كلهم رقصهم إلا واحد. الدكتور استغرب وقال له أكيد أنت العاقل اللي فيهم، أنت مش بترقص ليه؟ قال له هرقص إزاي وأنا العريس؟ بيقول لك مرة زوجة مثقفة بتحب الشعر والقصايد، قامت في نص الليل بتقول لجوزها هل ينام الحب ليلا أم ينام الليل حبا أم أنا والليل حب لا ينام. رد عليها جوزها وقال لها هل تريدين الطلاق أم الطلاق تريدين أم أنت والطلاق تريدون بعض. بيقول لك نايمة بقالها شهر ونص مش عايزة تقوم. بيقول لك مرة واحد محشش كان تعبان وراح يكشف عند دكتور. الدكتور كتب له الدواء وكتب له المواعيد اللي هياخد فيها الدواء ده، فجاء قبل الميعاد ب5 دقايق وراح اخد الدواء. اهله بيقولوا له انت عملت كده ليه؟ قال لهم علشان افاجئ الجراثيم. منك يا مجرم يا وحش. بيقول لك مرة واحد بينادي على زوجته ومش راضية ترد عليه، راح لها المطبخ وهو متعصب وقال لها انا بناديك، قالت له انا دجاجة. المهم بيقول لك من قوة الألم باضت. واحد كاتب على الفيس بيقول لك انا لا استطيع زراعة الابتسامة على وجهك لسببين، اولهم لان انا مش مزارع، وتاني حاجة ان وجهك غير صالح للزراعة. الله عليك يا ابني. بيقول لك السبب الحقيقي لظهور الكرش هو اللقمة الأخيرة. المعدة بتصرخ إن مفيش مكان، والعقل بيقول وقفت ليه دي لقمة صغيرة، والقلب بيهمس حرام ترمي النعمة، والضمير بيقول أنت دافع فلوس. ده بقى صراع الجبابرة. بيقول لك مرة أستاذ بيسأل طفل غبي بيقول له يعني إيه اجلس بالإنجليزي؟ قال له معناها ست. قال له ممتاز، حطها في جملة مفيدة. قال له ست الحبايب يا حبيبة أنت.